بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخي. بصوا بقى الجمال ده، هناكل ايه النهارده؟ هناكل تحلية عالمية. تحلية شيك جدا جدا، مكوناتها بسيطة جدا، بتتعمل في 10 دقايق، فعلا في 10 دقايق. بسيطة قوي قوي. بصوا، انا هخليها مفاجأة ليكم، هقول لكم مكوناتها ايه، هتستغربوا ده من جوه ايه. بصي، حاجة بسيطة جدا، بس حاجة رائعة. لو انت عندك اي عزومة، حاجة تشرفك بجد بجد بجد. لو انت هتفتحي مشروع، هتبيعي القطعة غالية قوي قوي، وانا هقولك تكلفة كل حاجة احنا عملناها. يعني بصي، انت لو فكرتي تروحي تشتري دي من بره، اقسم لك اقل حاجة ممكن تدفعيها فيها 300 جنيه. حلوة جدا جدا، بسيطة قوي، حاجة كريمي كده، بتاكلي مزيج كده من الكريم كراميل على الكريم شانتيه على ايس كريم. بصي، يعني مش عارفة، انا مش قادرة احدد لك طعمها، بس طعمها حلو جدا. يلا نروح للمقادير. مقاديرنا بسيطة جدا. عندنا برقوق، عندنا خوخ، عندنا تفاح، عندنا مانجا، عندنا عنب. والله ما هاخد كل ده انا هاخد، بصي، هاخد ثمرة من كل حاجة، واخد شوية عنب صغيرين، وهاكل الباقي. تمام. بصي، انا خدت دلوقتي برقوقة واحدة بس، يعني انا قطعت واحده بس. هقطع كل حاجه مكعبات صغيره. بصي، هتقولي لي انا ما عنديش الفاكهه دي كلها، اقول لك والله لو عندك تفاح بس اعمليه بيها، مش مشكله. مفيش اي حاجه هتأزمك، مفيش اي حاجه هتوقفك خالص خالص خالص، وهتعمليها احسن مني كتير. تمام، بس اعملي كل حاجه. ما يعني، خدي الوصفه واعمليها. الوصفه ان شاء الله باذن الله هتنجح معاكي، صدقيني. بس قومي اعملي تحليه بسيطه، ممكن ان انت تشتريها بره بمبلغ وقدره. انا كل مره بقول لكم المبالغ ليه يا جماعه، لان انا والله والله فعلا انا باستحرم جدًا، جدًا الأسعار اللي هُم بيقولوها برّه دي. يعني حاجة over أوي، حاجة صعبة جدًا، جدًا، جدًا. لأ، حاجة بجد يعني حرام. يعني نتقي ربنا في الناس، ونتقي ربنا في الظروف اللي إحنا فيها. فخلاص أوكي، إحنا اتحطينا في موقف زي ده، فكل حاجة نعملها في بيتنا، ما فيش أي حاجة صعبة خالص. بدأت إن أنا خلاص قطّعت العنب، وقطّعت البرقوق، وبعد كده هاقطّع هاقطّع الخوخ بتاعي. تمام، هاقطّعه مكعبات. أنا بدأت إن أنا أقشّر الخوخ، أنا مش باحب قشر الخوخ. تمام، ومش باحب قشر التفاح، لإن رغم إن الفايدة كلّها في قشر التفاح، بس أنا مش باحب قشر التفاح. تمام، هابدأ إن أنا أقطّع. خلاص قطّعت الخوخ، وقطّعت البرقوق، وأخدت شوية عنب. أخدت الجامد لإن هو كان فيه طري كتير، فأخدت الجامد، شوية صغيّرين. إيه رأيكم؟ أخدنا ثمرة من كل فاكهة. يعني إحنا ما اتكلّفناش، وإن شاء الله بإذن الله عندكم كل حاجة في بيوتكم، إن شاء الله عندكم الخير دايمًا بإذن الله. بدأت إن أنا أقطّع الفاكهة بتاعتي كلّها مكعبات صغيّرة. تمام، وبدأت إن أنا أقطّع التفاحة العسل بتاعتي دي. التفاح الصغيّر ده يا جماعة هتقولوا لي جايباه منين؟ هاقول لكم والله بجد بجد، أنا باحب التفاح الصغيّر ده جدًا جدًا. هاجي بقى عند الإيه بقى، الtop بتاعهم بصراحة. يعني الفاكهة بقى الرئيسية بقى، اللي هي بقى يتعمل لها تعظيم سلام. يعني هاخد نُص المانجاية، مش هاخد مانجاية كاملة. تمام، يبقى أنا أخدت ثمرة من كل فاكهة، وبعد كده أخدت نُص المانجاية، يعني نُصّها كمان، يعني ما أخدتش الأحرف بتاعتها. بدأت برضه إن أنا أقطّعها مكعبات. دي مانجا زبدية. بُصّوا، الزبدية دي لا يُعلى عليها. في ناس بتستخدم في الوصفة دي المانجا الكيت، بس أنا مش باحب طعم المانجا الكيت بصراحة. هي الزبدية تحفة جدًا، جدًا. هابدأ إن أنا أقلّب كل الفاكهة مع بعض، وهاركنها على جنب، ونجيب البلانش بتاعتي. وبعد كده عندي الكيك ده، أنا كنت عاملاه في فيديو برضه معاكِ. كيك فانيليا سهل جدًا، جدًا. أخدت قطعة صغيرة منها جدًا، هتشوفوا اللي أنا أخدته يعني هتستغربوا. هابدأ إن أنا أقطّعه مكعبات صغيرة. ما عندكيش كيك، انزلي روحي السوبر ماركت واشتري كيك بالفانيليا. أي كيك بالفانيليا، الكيكة ب5 جنيه، هتشتري 4 يبقى كده 20 جنيه. أوكي، يبقى كده اشتريتِ 4 كيكات للوصفة دي، هتحتاجي 4 فقط لا غير، ما تقلقيش. يبقى أنتِ كده نزلتِ اشتريتِ، هي ب5 جنيه توينكس تقريبًا، حاجة زي كده. هتنزلي تشتري 4 كيكات، يبقى ب20 جنيه. أوكي، يبقى أول تكلفة عندِك 20 جنيه، زائد الفاكهة عندِك موجودة، فأنا مش هاقول لِك تكلفة الفاكهة، خلاص؟ آدي بُصّوا بقى الجمال والحلاوة. قطعناها مكعبات صغيرة، وعندي القالب ده. ما عندكيش القالب ده، بُصّي يا ستي، في حاجة اسمها أطباق فويل. الأطباق الفويل اللي هي المربعة دي روعة، النتيجة بتاعتها روعة في الكيك وفي المخبوزات وفي كل حاجة روعة. اللي هي الأطباق الفويل اللي بيتعمل فيها الرز المعمّر والرز بلبن الفرن والحاجات دي. هتجيبيها وتدهنيها زيت، وتعملي نفس الطريقة اللي أنا هاعملها، تعمليها في أطباق الفويل. في عندِك مشكلة لغاية دلوقتي؟ ما عندكيش القالب ده، ما تأزميش نفسِك، ما تأزميش الدنيا.
كل حاجة هتبقى سهلة إن شاء الله. نزلنا بالكيك بتاعنا وبعد كده هننزل بالفاكهة العسل بتاعتنا دي اللي ما كلفتناش أي حاجة خالص، وهابدأ إن أنا أقلب كل المكونات مع بعض، بلس إن أنا دهنة الصينية بتاعتي زيت كويس جدًا، تمام. هابدأ إن أنا أنزل بالمكونات دي كلها. في حاجة صعبة؟ في حاجة صعبة؟ دي تتباع برّه ليه ب250 والّا ب300 جنيه؟ مش حرام بالله عليكم، مش حرام؟ يعني total كلّه كلّفناها كام يعني؟ احسبي أنتِ بجد، بجد كل وصفة تعمليها احسبيها وشوفيها هتكلّفِك كام، يعني هتستحرمي إن أنتِ تجيبي حاجة من برّه. عندي حلة تيفال لازم، لازم، لازم تعملي، لا إما في تيفال، لا إما ما عندكيش تيفال ما فيش أي مشكلة اعمليه في ألومنيوم، خلاص ما فيش أي مشكلة. دي ممنوع تتعمل في stainless، ممنوع الكريم كراميل يتعمل في stainless لإن هيتحرق معاكِ ويشيط ويبوظ لِك الوصفة خالص. عندي لتر حليب كامل الدسم، أي نوع حليب. عندي 2 باكت كريم كراميل، هابدأ إن أنا أنزل بيهم على اللتر الحليب وأقلّب، أقلّب، أقلّب، أقلّب. مش هنحط سكر لإن الكريم كراميل فيه سكر، ممنوع تحطي سكر، تمام. عندي 2 معلقة كريم شانتيه هتعزّز لِك النكهة جدًا. ما عندكيش كريم شانتيه والنبي ما تأزّمي الدنيا واكتفي بالكريم كراميل. عندي 2 معلقة لبن بودرة، ما عندكيش لبن بودرة اكتفي أنا باعزّز لِك الطعم، أنا باحاول بس إن أنا أعزّز لِك الطعم، أخلّيها يعني غنية جدًا، جدًا وزي اللي بتتباع برّه بالضبط بحذافيرها. وبعد كده حطيت باكيت فانيليا وأقلّب، أقلّب، 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 أقلّب لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض، ونروح بسرعة، بسرعة على البوتاجاز، تمام. أحاول إن أنا بس ما أشوف ما يعني أنا باقلّب كل ده على البارد، تمام، عشان لمّا أروح على البوتاجاز إيدي ما تتشالش ثانية من الخليط، ما تشيليش إيدِك ثانية من الخليط، تمام، أوكي، عشان ما يكتّلش معاكِ وتزعلي في الآخر. إحنا عايزين إيدينا تبقى على طول، على طول في الخليط. بُصّي بقى يا لهوي! ده بقى المكون اللي هيخلّي لِك يعني بُصّي الوصفة في حتّة تانية خالص. معلقة واحدة بس، واحدة بس حليب مُحلّى مكثّف. والحليب المُحلّى المكثّف ده سهل جدًا، جدًا، هتعمليه في بيتِك في منتهى السهولة، وأنا هابقى أنزّل لِك الوصفة بتاعته سهلة أوي. تمام. هابدأ إن أنا أقلّب لغاية ما يبدأ في الغليان، مرحلة الغليان أول ما يغلي هو مش بيتماسك يا جماعة. الكريم كراميل مش بيبقى عامل زي الكاستر أو عامل زي المهلبية، لأ خالص، ده بيبقى سايل يعني، فما تخافيش تقولي إن هو باظ إن أنا أزوّده نشا، حذاري إن أنتِ تزوّديه نشا، هو ده القوام بتاع الكريم كراميل، تمام. بتسيبيه بالضبط ساعة، ساعتين بيتماسك كويس جدًا. في حاجة صعبة لغاية دلوقتي؟ خالص، ما فيش حاجة صعبة خالص، خالص، خالص. إن شاء الله بإذن الله كل حاجة سهلة في إيديكِ، وكل حاجة هتقدري تعمليها في بيتِك وهتطلّعيها هتبقي professional فيها. هتبقي يعني إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله تبقوا أحسن من برّه، وكمان ممكن تشتغلوا في بجد، بجد اللي عايز يفتح مشروع يا جماعة يفكّر فيها يحسبها بالورقة والقلم، أنا هاكسب قد إيه وأنا هاطلّع قد إيه، عادي الشغل مش عيب يا جماعة. ابدأوا، ابدأوا اعملوا، ابدأوا. كل واحد عنده هواية، كل واحد عايز ينمّي، كل واحد عايز يزوّد من دخله بجد، يبدأ يعمل أي حاجة يعني مش عيب، مش عيب. ما فيش حاجة بالنسبة لي عيب، أدام بتعملي كل حاجة باحترام، أدام بتعملي كل حاجة ب بنية صافية وبتعمليها بحُب، والله بجد صدقيني ربنا هيرزقنا من حيث لا نحتسب. نزلت بالخليط وهو سُخن، وهو سُخن نزلت بالخليط، هابدأ إن أنا بقى أوسّع كده عشان الخليط يمتزج في كل حتة. الخليط ده هيتساب في التلاجة يوم كامل، أوكي، يوم كامل مش في الفريزر، في التلاجة عادي يوم كامل. ابدئي بس غطّيه عشان ما يلقطش أي ريحة تانية من التلاجة، أوكي. هتغطّي الوش كده وتحطّيه في التلاجة، مش بتغطّيه بstretch لأ، هتغطّيه بطبق عادي يعني بأي حاجة كده من فوق. الصينية عندِك غطّيه عادي من فوق ما فيش أي مشكلة. بدأت إن أنا أخبّطه تخبيطتين وكلّه هيتشرّب مع بعضه. بُص بقى بعد يوم كامل، جات اللحظة الحاسمة، بجد، بجد يعني دي بتبقى اللحظة المخيفة بالنسبة لي. أنتِ ما عندكيش المسدس ده، هاقول لِك طريقة سهلة جدًا. اغلي شوية مَيّة، جيبي صينية وحطّي فيها مَيّة مغلية وحطّي فيها الصينية بتاعتِك دي، سواء الأطباق الفويل اللي إحنا قُلناها أو الصينية دي، أوكي. هتبدئي تحطّيها في ثانية، يعني أنتِ هتحطّيها بالضبط 5 دقايق، يعني 5 دقايق وتروحي شايلاها، تروح مقلوبة معاكِ بالجمال والعسل ده. إيه رأيكم يا جماعة؟ بجد يعني، إحنا لو رُحنا اشترينا القطعة من برّه دي مش حرام بالله عليكم، بالله عليكم كلّفتنا كام؟ لتر الحليب يعني ب30 يعني total كلّه دي تكلفتها total كلّها تكلفتها كام؟ جات تكلفتها معايا كام؟
والله، والله، والله بجد، بجد بشوية الفاكهة بشوية كل حاجة 70 جنيه، أكدب عليكم هي 70 جنيه. لو هنروح نشتري الفاكهة من برّه، لو هنشتري يعني كلّه إن شاء الله بإذن الله عنده الخير كلّه. جِبت الصوص بتاع الكراميل بتاع اللي هو الكريم كراميل بتاعي، حطيته كده وخرّمته خُرمين كده من نفس الدايرة اللي في النُص كده، عشان الصوص ينزل عندي من الأحرف كده ويبقى شكله لذيذ، لذيذ، لذيذ. هتشوفوها أنا ما جاتش حتّة إن أنا وأنا باجيب الsteak بتاعي وأخرّمها من النُص كده عشان الصوص ينزل من الأحرف كده يبقى شكله عسل وجميل. إيه رأيكم يا جماعة؟ بجد، بجد تحفة، حلوة، بجد تجنّن، ما شاء الله، ما شاء الله، بجد، بجد تستاهل التجربة. اعملوها ونفّذوها، حلوة جدًا، 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 بجد، بجد هتعجبكم أوي، طعمها رائع، طعمها يجنّن، بجد حاجة خيال، حاجة بجد، بجد تستاهل التجربة. إن شاء الله بإذن الله تجرّبوها وتعملوها أحسن منّي كتير، وما تنسوش بقى إن شاء الله يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم الأول، وتكون الوصفة سهلة لذيذة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة، وآخر حاجة أقولها باي باي.